أول نقطة هاتكلم فيها وهي الطريقة اللي أنتم أصلًا بتيجوا بيها البلد، أو إن وضعكم يبقى قانوني في البلد. مبدئيًا كده ما تسمعوش كلام أي حد يقنعكم إن أنتم تيجوا البلد وتقعدوا وتكسروا الفيزا وتعملوا بقى اللجوء والكلام ده كله، لأنه الطريق ده طويل جدًا وفي الآخر كمان مش مضمون، وحتى لو ضمن لكم الموضوع ده بياخد وقت كتير أوي، وفي الوقت ده بقى بتتحرموا إن أنتم تشوفوا عيلتكم، بيبقى في صعوبات كتيرة على الصعوبات اللي هي أصلًا بتبقى موجودة لأي مهاجر جديد، لإنه مثلًا مش بيبقى مسموح لكم إن أنتم تشتغلوا في الأول لحد لمّا تقننوا وضعكم، فهتضطروا إن أنتم تقبلوا بشغلانات مش هتكون إن هي أحسن حاجة، ولا من ناحية الشغل ولا من ناحية الفلوس، لإنه في الآخر هُم بيستغلوا إن أنتم مش هيبقى قدامكم حاجة تانية غير إن أنتم تعملوا الشغلانات دي، وخصوصًا كمان إنه في 25 و26 الموضوع كمان بقى بزيادة، وبقت القوانين صارمة أكتر أو بتتنفذ بصرامة أكتر، فما بقاش في مساحة أوي إن الناس لسه تيجي وتعمل ده، وطبعًا بتكون بهدلة للشخص نفسه التجربة بالكامل، وناس كتير جدًا من اللي أنا قابلتهم هنا هم بالفعل جُم وعملوا كده من سنين، وبعد كده بعد مثلًا 10، 20 سنة لمّا باروح وباسألهم يعني أنتم رأيكم إيه في الموضوع ده؟ لأ طبعًا ناس كتير بتبقى ندمانة وحاسة إن هي لو كانت قعدت في بلدها كانت حققت حاجات أكتر، أو على الأقل كانت كمان هتبقى وسط عيلتها. وما تفهمونيش غلط، أنا مش باقول لكم الهجرة في العموم وحشة، أنا باقول لكم الهجرة بطرق غير شرعية أو غير قانونية، طبعًا بتبقى بهدلة جدًا للواحد، سواء لو كان لوحده أو سواء لو كان معاه عيلة، لو معاه عيلة كمان بيبقى الموضوع أصعب، وحتى لو هو كمان لوحده بيبقى صعب لأن عيلته بتبقى في مصر، بيبقى مش قادر إن هو يشوفهم لفترات طويلة جدًا زي 10، 15 و20 سنة، فاللي هو جزء كبير جدًا من العمر الواحد يعني.